جبنا لكم اليوم موضوع اللاعب إبراهيم دياز. إبراهيم دياز اللي كتروج عليه أخبار مؤخرا أنه هادي يحمل القميص المنتخب المغربي وأنه اختار التوجه عند الأسود. خليكم معايا باش نعرفوا كتار هاد اللاعب، الجنسية ديالو، مسقط رأسه، كيفاش بدات الموهبة ديالو حتى ولا من أفضل وسط هجومي في العالم. الاسم الكامل إبراهيم عبد القادر دياز، من مواليد 3 أغسطس 1999 في مدينة مالاغا الإسبانية. الأم ديالو إسبانية والأب ديالو مغربي، وعنده جنسيتين مغربية وإسبانية. وكان دياز منذ الطفولة الهواية المفضلة عنده هي كرة القدم، اللي خلى والديه يدخلوه في نادي مالاغا اللي هو من أحسن الأندية في إسبانيا. وكانت الإدارة المشرفة على النادي معجبة بأداء دياز، وفي مرحلة قصيرة خلى الأنظار تسقط عليه. وحاليا هو لاعب دولي مع إسبانيا، وشارك للمرة الأولى وفي السن ديالو 16 عام، وأبهر المشاهدين في أداء ديالو في بطولة أوروبا تحت 17 سنة لكرة القدم لعام 2016. وكيلعب إبراهيم دياز في المركز الوسط الهجومي، وحاليا هو ضمن تشكيلة فريق ريال مدريد في الدوري الإسباني. وسبق له لعب مع نوادي أخرى في حال مانشستر سيتي الإنجليزي وإسي ميلان الإيطالي، وحقق معهم بطولات. ودياز اختار يحمل القميص فريق الإسباني ولعب معاه مباراة واحدة في 2021. وكان ديما الطموح ديال المدربين المغاربة والجامعة أنه ينضم للأسود، بحيث كانت محاولات من الجامعة عن طريق المدرب رونا، وجات محاولة خليلوزيتش ولكنها باءت بالفشل. والمحاولة الأخيرة للمدرب المنتخب الوطني وليد الركراكي، واللي نقدروا نقولوا جابت نتيجة. وفي حال ذكرت في الحلقات السابقة أن دياز جا للمغرب واستقر في مدينة طنجة، وكان لقاء ما بينه وما بين مدرب وليد الركراكي، واللي من الطبع ديال المقابلات ديالو مع اللعابة ما كيفرضش عليهم يحملوا القميص، بحيث كيقدم الطلب للاعب وكيخلي له حرية الاختيار. وكتروج أخبار أن من حظ وليد الركراكي أن دياز قبل الطلب ديالو. وبالنسبة للسؤال اللي كيدور في الأذهان ديالنا كاملين، اللي هو علاش هاد اللهفة كاملة على هاد اللاعب، وثلاثة ديال المدربين اللي عملوا معاه المحادثة، حيت اللاعب بهاد المعايير وهاد القيمة التسويقية وهاد الشهرة ديالو والنوادي اللي حقق معاه بطولات، إلا اختار يلعب ويحمل القميص المنتخب المغربي، هادي يخلي بزاف ديال اللعابة ما يفكروش بزاف في اختيار حمل القميص المغربي. وحتى الجامعة هادي تنقص عليها واحد المشوار طويل اللي كتاخد مع كل لاعب باغاه في الصفوف ديالها. وفي نظري أن السبب الرئيسي اللي خلى دياز يقلب البوصلة هو كأس العالم قطر، والرتبة اللي يوصل ليها المنتخب المغربي، والإنجازات اللي دار اللي خلت العالم كامل مندهش. وفي الأخير كنختم هذا الموجز بجملة، وهي رجوع إلى الأصل فضيلة. ودياز مغربي العرق والدم، فمرحبا به في المنتخب المغربي، وحنا مبروك علينا اللاعب بهذا الحجم الكروي.